دي مع اللحمه بالبصل مفيش احلى من كده. مساء الجمال. طيب احنا هنعمل بطاطس الجراتان. بطاطس الجراتان سهله جدا، بسيطه جدا، ما بتاخدش وقت خالص، وفي منتهى الطعام. انا جبت بطاطس وقطعتها دوريات. بحاول اخليهم على كلهم على قد بعض، يعني عرضهم يبقى متساوي علشان خاطر يستووا مع بعض في نفس الوقت. اللي انا محتاجه ده البطاطس دي، هحط عليها توم مفروم، هحط عليها معلقه سمنه، وهحط عليها كريمه طبيخ. ام ذات ست، وهمتزجهم كلهم مع بعض مع شويه ملح وبودره بصل وتوابل، ونشوف هنعملها ازاي. نبتدي الاول نفرم الثوم او نقطعه صغير، ما عنديش مفرمه، اقطعه صغير جدا واحطه على البطاطس. انا قطعت صغير قوي 3 تومات. الثوم بقى على طول على البطاطس، معلقتين سمنه، ونجيب كريمه طبخ، طيب رشه ملح، بودره ثوم، بودره بصل، شويه فلفل اسود، وبس كده. بنقلب. انا هقلب بايديا عشان اوصل كل الاطعمه لكل البطاطس، وده مغسول ما تقلقوش. اهم حاجه انكم متاكدين ان كل بطاطسايه متغطيه بسمنه وكريمه الطبخ والبهارات والتتبيله والطماطم، عشان تبقى كلها طعماتها جميله. انا كده تمام، هسيبها على جنب ونعمل مع بعض البشاميل اللي هيتحط عليها في الصينيه. اول حاجه نعملها معلقتين سمنه كده حلوين ونحطها. هحط 3 معالق سمنه عشان هحط 3 معالق دقيق، واحط عليهم 3 معالق دقيق. واحد، 3 معالق دقيق، ونبتدي نقلب فورا عشان ما يكلكعش. نتاكد نفضل نقلب، نقعد طول ما احنا قاعدين، اهم حاجه نقلب عشان ما يكلكعش ويمتزج مع بعض. دلوقتي اول ما نلاقيه كده ننزل على طول بنص لتر لبن. وهعمل حاجه تاني، بما ان اللحمه ورا بتستوي متظبطه، انا هاخد مغرفه من الصوص بتاع اللحمه احطه معاها واقلب عشان تديها طعم. ونقلب، نزود شويه لبن، نحط ملح، بصل، وجوز الطيب. لو لاي سبب من الاسباب لقيت البشاميل كلكع منك، بالهاند بلندر واضربه، مفيش مشاكل. زود شويه لبن بالهاند بلندر واضربه. بص بقى عامل ازاي، روعه الروعه. دلوقتي بقى هبتدي ارص الرص. هعمل اول حاجه هاخد شويه بشاميل كده اهو وافرده على الطاسه بتاعتي، ومعاه سمنه كده وافردها، ونحط البطاطس بتاعتي. عاده الاسهل ان انت تقوم رامي البطاطس دي كلها هنا، بس انا بقى هعملها بمزاج. انا هفردها واحده واحده كده، وبعدين احط عليها بشاميل. ده الشكل بعد ما فردناها. دلوقتي هنجيب بقى الصوص اللي كنا ناقعين فيه وهنحطه عليه، وبعديها ننزل بالبشاميل. بص الشكل بقى عامل ازاي، طبقات من البطاطس مع الكريمه اللباني والتتبيله متغطيه بالبشاميل. حطها في الفرن تستوي، طلعها نشوف هتبقى عامله ازاي. بص الجمال والروعه.